مستوى. الفريق اليمني كان اكثر خطوره، اكثر وصول الى المرمى، اكثر تحولات، عنده حلول هجوميه اكثر من عندنا. حتى احنا كان تواجدنا في منطقه الجزاء مثل لعب الكره على اليمين. يعني انا بصراحه يعني نتكلم اول شيء عن الفريق اليمني، قلنا انه يلعب 4-4-2، قلنا انه هو النظام هذا وراه مدرب، اكيد على مؤهلات المدرب هذا الفيصل تاهل تعبير اللاعبين حقيقه، لكن لاحظنا 3 محاور في منطقه الوسط عاملين يعني حقيقه مباراه على يعني مستوى طيب جدا، واعتقد ان المدرب سعيد في الشوط الاول بحيث انهم دائما يسترجعون ويمررون للمهاجمين منهم رقم 11 العلاقي اللي هو من خلاله قدر يسجل هدفين، لكن رقم 10 كان هو المحور، واعتقد ان احنا شفناه في خلال تصفيات كاس العرب مع الفريق اليمني، كان له اثر ايجابي في المباراه. اعتقد ان الفريق لعب 4-4-2 وعبروا اللاعبين سواء في حاله الدفاع او في حاله الهجوم. ما يعاب الفريقين هو عمليه التنظيم الدفاعي، يلعب على اليمين وعلى اليسار او العمق، تجد اللاعبين يستمتعون في نفس الوقت. احنا من برا نشوف يا اخي اللعبات الثنائيه والثلاثيه، لو جينا على الكور الثاني استرجعوا وسط الملعب ثم بينهم جهه اليمين العمق يمين وثم صارت العمليه العرضيه الكره العرضيه مع تحرك المهاجم على طابل القريب. فاعتقد انه يعني ما نقدر نقول لهم الا الله يعطيكم العافيه على الشوط الجميل بالنسبه للفريق اليمني. بدينا المباراه ولكن ما كنا موجودين، يعني حتى كنا غير منظمين غير فعالين. اعتقد انت ايضا اخترت حاله هي حاله اولى فيها يعني تثبت كلامك. نعم.